السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا احنا مكملين مع بعض دورة الفراخ التاسو اللي جبناها مع بعض من اول يوم. النهاردة اليوم ال 22 ما شاء الله. عاوزة اقول لك الاوزان ممتازة. يوم 22 بقت الاوزان ممتازه، يعني كلها يومين كده ونبتدي نغير الحلقه. طبعا انا وزنه معاكم الفيديو اللي فات ما شاء الله الوزن كان حلو، يعني ان شاء الله على الفيديو الجاي كده هنبتدي نغير العلف على ما يوصلوا نص كيلو، لانه ما كانوا قليلين. يعني كان اكتر حاجه معانا 400 جرام واقل حاجه 300، فهنستنى كمان يومين عشان يبقى كله المتوسط عندنا نص كيلو. ان شاء الله الفيديو الجاي هنغير العلف. طب هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل اقوى خلطة تسمين طبيعية ممكن تقدميها للفراخ بتاعتك. اقوى فاتح شهية ومهضم في نفس الوقت. يعني ما شاء الله ما شاء الله. الخلطة دي متجربة يا جماعة، مش اول مرة اعملها. دي من الخلطات اللي بترفع الوزن جدا جدا عند الفراخ، طبعا وبدون ادوية وبدون حاجات مكلفة، وطبعا حاجات من البيت. الحاجات اللي من البيت يا جماعة بتدي طعم مميز للفراخ، ومفيش منها اضرار لا على الفراخ ولا اللي على ياكل الفراخ. فدايما استخدمي الحاجات الطبيعيه طالما بتربي لبيتك، علشان تاخدي جوده نظيفه، لحم نظيف، فايده حلوه، وفي نفس الوقت غير مكلفه. الناس اللي بتقول الخلطات والحاجات دي مكلفه، والله العظيم كلها ما بتيجي قبل ازازه دواء. هتروحي تقولوا له مثلا عايزه حاجه ترفع الوزن بتاع الفراخ، هيديكي بربتك اللي هو بينشط الهضم وكده وبينشط البكتيريا النافعه، او هيديكي بنش او هيديكي اي حاجه عندي هتبتدي تحطها للفراخ هتجيبها غاليه، اقل حاجه 40 جنيه و50 جنيه. لا انا هقول لك على الخلطه اللي هتظبط الوزن معاكي وفي نفس الوقت مش مكلفه، حاجات من قلب البيت. طبعا البيت بيتنا عمرانه الحمد لله رب العالمين، وفيها الحاجات البسيطه اللي انا هقول لك عليها. يعني مش هتحتاجي كمان تشتري او تدوري عليها او تتعبي نفسك ولا حاجه. بس ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الديك الحلو ده؟ اللهم بارك يا رب. اهو ما شاء الله. عايزه اقول لك نسبه ديوك ممتازه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. من الحاجات اللي بتفرحني يا جماعه ان انا الاقي الفراخ الساسو معظمها ديوك. طبعا دول ساسو شفر. الدوره لا تقل عن شهرين يا جماعه، خلينا متفقين على الموضوع ده. ما تستعجليش عليهم خالص ولا تذبحي قبل شهر. يلا حط لي لايك كده بايديك الحلوه وصلي على الحبيب المصطفى. ربنا يرزقك بر ولادك ويرزقك زياره الحبيب باذن الله تعالى. يلا بينا بقى نحضر الخلطه مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نحضر الخلطه. معانا من كيلو لكيلو ونص من العلف البادي. احنا لسه بناكل علف بادي يا جماعه. كيلو لكيلو ونص. هنحط ايه الوصفه بتاعتنا والله النهارده عايزه اقول لك يعني ممتازة في التسمين. أول مكون معانا الزبادي، معلقتين كبار كده من الزبادي. الزبادي من الحاجات اللي تستخدميها من أول يوم للفراخ بتاعتك وانت مطمنة، بتخلي الفراخ في حتة تانية خالص. يعني عاوزة أقولك منشط بكتيريا نافعة ممتاز. نحط معاه طبعا زبادي، نبقى نحط كمان معلقة العسل. عسل الاسود اقوى فتح شهية ورفع وزن. الاتنين مع بعض يا جماعة. الزبادي والعسل كنز تستخدميه من اول يوم الدورة. يعني بنستقبل الفراخ اول يوم وبعد كده نحط العسل والزبادي على طول للفراخ بتاعتنا. مش هيعمل اي مشاكل عندهم خالص، بل بالعكس ده بيرفع الوزن. المكون بقى اللي اول مرة استخدمه النهاردة، اول يوم النهاردة هحط منه معلقة اهي، الطحينة. الطحينة يا جماعة ممتازة في التسمين بس بعد اليوم 20. خلينا متفقين ممنوع تحطي طحينة للفراخ بتاعتك قبل اليوم 20. وبرضو أول مرة أستخدم المكون ده النهاردة أهو. أنا هحطه جنب الكبيرة عشان يبان. الخميرة، خميرة فورية من أي سوبر ماركت أو محل بقالة جنبك، ما تحيريش نفسك. زبادي مع العسل مع الطحينة مع الخميرة، 4 مكونات جبارين في رفع الوزن. لو فراخك ضعيفة، لو فراخك سحبة في العلف قليل، لو فراخك ما بتاكلش، لو هضمها وحش، الخلطة ديت هتظبط الدنيا عند الفراخ وتخلي الوزن معاكي ممتاز.
بصي بقى، انت تقدري تحطي المكونات دي على الميه، بس هيبقى فيها مشكله انها تسد عيون السقايات او تسد خط الميه عندي. فانا فضلت ان انا احطها على العلف، عشان انت حطيتها على العلف ممكن حاجه واحده تمسكيها تدوبها كلها في حاجه من لوحدها الاول وبعدين تخلطيها، او ممكن تعملي زي ما انا عملت كده. بس اهم حاجه بقى تقلبيها كويس، يعني تحاولي تخلطي كله كده كده مع بعضه عشان العلف يتغلف بكل حاجه مع بعض. يعني مش هتعملي كده، حطوهم في كوبايه او طبق واخلطوهم مع بعض الاول، ادمجوهم مع بعض وبعدين ضيفوهم على العلف. دي ماشيه ودي ماشيه اهو. اهم حاجه تفركون بقى كده. انا عاوزه حبايه العلف تلاقيها بقى ايه، ماسكه من كل حاجه. الخميره يا جماعه بتلزق في العلف كمان في عسل وطحينه، هتلاقي حبايه العلف مسكت في الخميره اتغلفت كده في بعضها. علشان الناس اللي بتقول الخميره بتسقط في الارضيه، لا، طالما انت حاطه عسل او زبادي او طحينه فالخميره بتلزق في حبايه العلف، مش هتلزق في الارضيه ولا حاجه. شايفين؟ انا ما فيش اكنك ما فيش حاجه تحسي ان في حاجه خالص اهو على العلف. شايفه؟ دي من الخلطات الجباره الممتازه في زياده الوزن عند الفراخ وسرعه التحويل، وتخلي الفراخ تحمل معاكي كده وتشيل معاكي وزن ممتاز. والله العظيم ريحتها الوقت انا شماها ريحه، يعني عاوزه اقول لك، شفت لما بتشمي ريحه المخبوزات وريحه الخميره كده، هي انا حاسه ان انا شم ريحه مخبوزات او ريحه عجين، اللي هو ريحه الخميره مع الزبادي يا جماعه. عاملين ريحه مع الطحينه، عاملين ريحه حلوه قوي 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 للفراخ، هتخلي الفراخ تسحب على طول كده في العلف وتاكل منها، وده المطلوب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تحويل ومناعة الحمد لله رب العالمين ممتازين، اللهم بارك يا رب. شايفين؟ والله الفراخ هتاكل الحبة العلف من دول، هتحسي ان الهضم بتاعها اتحسن، الوزن بتاعها اتحسن. يعني لو فراخك بقى ضعيفة ووزنها ضعيف وصلت معاكي 20 يوم، ابتدي اعملي لها الوصفة دي علشان خاطر تجيب معاكي تحويل حلو وتجيب معاكي وزن حلو. كل ما تكوني ماشية حلو في الوزن وماشية حلو في التحويل، كل ما تكون النتيجة حلوة. الله انت معلقة ما شاء الله ما شاء الله. خلطة بس ما تعملهاش اكتر من مرتين في الاسبوع، ما تكتريش منها. ما تقوليش بقى ده تكبر الفراخ معايا بسرعة وهتخلي الوزن معايا سريع، تروحي تعملها على طول تجيب اسهال للفراخ. مرتين 2 كفاية في الاسبوع، وصدقيني هتجيب نتيجة ممتازة. ده انت فتحت الشهية وزودت الوزن واديتهم كالسيوم واديتهم بروتين واديتهم انا عايزه اقول لك اديتهم حاجات كتير قوي، وحدتهم حاجه تهضم. كل ما الهضم يكون متحسن عند الفراخ كل ما تكون النتيجه ممتازه. اللهم بارك يا رب. طبعا احنا لسه المكان هنا كده، يعني انا شايفاه لسه واسع، لسه واسع على الفراخ، يعني مش هنحتاج نرفع ايه النص الفوقاني الوقت خالص. ما شاء الله البطاريه تاخد 50 فرخ رايق. فاحنا حاطين في النص الفستاني، لما نبتدي بقى ايه نحس ان هو بدأ يزدحم نبتدي نطلع فوق، نقسم من كل واحدة على عينين. ما شاء الله. بس طبعا مش الوقت حتى ما يوصلوا شهر كده ولا حاجة، لما احس ان هم ما عرفش كلهم عارفين ياكلوا ولا واخدين راحتهم. بس اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. التحويل حلو يا جماعة، والفرخ والله بحس انه بيكبر قدامي يوم عن يوم. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكرة فراخ عالية، فراخ رجلها عالية وعالية وعريضة في نفس الوقت. يعتبر ان هي تعتبر من السلالات الحلوة، اللي هي الساسو الحلو، الساسو الصفر الاصلي. ما شاء الله. 22 يوم حلو جدا جدا جدا. لو انت بتربي بقى الفراخ بتاعتك وحابه توزني، وصلوا اليوم ال20 اليوم ال22 اوزني. لو لقيتي من 350 ل 400 جرام يبقى انت ماشيه مظبوط والاوزان عندك ممتاز. لقيتي اقل من 300 جرام، اقل من 300 جرام اكيد بيبقى في واحد او 2 تعرف ان انت ايه الوزن لسه مش ولا بد عندك. اعملي الخلطه ديت هتظبط معاك الوزن وهتخلي الوزن ممتاز. احنا يا جماعه طالما شغالين من الاول صح هتفضلي محافظه على التحويل وعلى الوزن صح، بس هتحافظي على الفراخ من الاسهال. الاسهال يا جماعه هيضيع الوزن. لو انت سبت الفراخ جالها اسهال هيضيع الوزن. فانا بفكركم بالسقوه اللي انا عملتها لكم يوم ال12 تكرريها كل اسبوع مره عشان تحافظي على فراخك من الاسهال. الوصفه ديت مرتين 2 في الاسبوع هتخلي الوزن عندك فوق فوق الممتاز، وباقل تكلفه وفي اسرع وقت ممكن وبدون ادويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.